هذا المنتخب حيرنا بصراحة، العيد عيدين وتعالوا وبنفرح وبنشوف الفرحة فرحتين، لا، الجمهور روح بعد ما شاف الثلاث أهداف والأداء والأخطاء هذه، ومن حقه بصراحة يروح. أول مرة يقول الجمهور من حقه يروح، أحسن له يروح يحتفل بالعيد ويعني يقوم بمسؤولياته في العيد وواجباته، بدل ما يشوف هذا الأداء وهذا الروح وهذا المستوى اللي قدمه المنتخب اليوم. لا يستحق المنتخب حتى نقطة تعادل في مباراة اليوم، يا نروح يمين يا شمال، ما عندنا حتى في النص. طيب على الأقل بالتعادل، يعني ترى مثل ما تريد أنت تفوز أيضا الآخرين يريدوا يفوزوا، بس أنت تكون على قد المسؤولية أنك تريد تفوز، وفي بلدك وبين جماهيرك وفي ليلة عيد. خسرنا مع العراق ليلة العيد الوطني، خسرنا اليوم، بكرة عيد الأضحى، لا نفرح بالهذا ولا فرحنا بهذا. مرة نفوز ورحنا كأس الخليج وعملنا الشغل، وبعدين نرجع ونتعادل مع كوريا ونفوز على الكويت، نرجع اليوم نخسر بالثلاثة. فارق الأهداف هذا بيلعب أدوار كبيرة جدا طبعا، لأنه هو الأول، بعدين تأتي موضوع المواجهات.